هو اللي بيحصل في افريقيا ده بجد؟ انا اللي كنت فاكر ان كل النجوم الافريقيه مشاركه في البطوله. بس عندك مثلا سيمينيو اللي مكسر الدنيا في الدوري الانجليزي مش موجود في نسخه زي دي لان غانا ما قدرتش انها تتاهل. وفينسنت ابو بكار الاسطوره الكاميرونيه اللي جاب لهم نسخه 2017 قصاد منتخب بلادي منتخب مصر. وعندك مثلا حكيم زياش اللي ما تمش استدعائه عشان يمثل المنتخب المغربي. ويواني ويسا كونغو الديمقراطيه في البطوله. لاعب بحجم ويسا لازم يكون مع منتخب صغير زي كونغو، لكن الصدمه ان هو فضل يفضل في الدوري الانجليزي. ونجم بايرن ليفركوزن بونيفاس اللي لم يتم استدعائه بقى الاعتماد الكامل على اوسيمين. عندك في الكوتيفوار مثلا نيكولاس بيبي راجل بيلعب مع فيا ريال بس ما راحش بطوله زي افريقيا. غريبه ان اندريجا مكسر الدنيا في الدوري الانجليزي ما راحش البطوله مع الكوتيفوار. زي سيمينيو عندك محمد قدوس لاعب توتنهام برضه ده ما راحش عشان غانا اصلا مش في البطوله. واخيرا وبالنسبه للمصريين اللي انا شايفه خساره كبيره جدا محمد عبد المنعم اللي لا يزال افضل مدافع في مصر حتى بعد ما مشي من مصر.